شهر كان مرهق قوي. عايز نلعب يوجا قبل اي حاجه انا عارف انت عندك كلام كتير عايز تقوله قوي، بس بص يا ست الكل، حاجه فارغه تاني. خلاص خلصنا كاس عالم. لا لسه في احتفالات. احتفالات ايه؟ الارجنتين خدت كاس عالم في بنت احتفال. بقالها شهر مستحملاه عندك حق، معلش عندك حق. كفايه قوي كده. ميسي ميسي اهو بيدور عليه بيدور عليه. ميسي خد خلاص كاس العالم، فالمفروض كده تتدلع اكتر بدل ما بتخرج مرتين 4 12 8. طلع كل اللي احنا ايه فاتنا الشهر اللي فات ده، صح. نطلعه عليه صراحه نزول في القهوه بدون سبب. مفيش خلاص. اللي بيشجع رونالدو بس معلش اديله يوم يومين كمان عشان ده الدنيا صعبه بس. ده كيس لوحده اهو. ايوه. انا بقى ايه، معلش يا استاذ عمرو، انا محتاج اقف عند الحته دي شويه. ترتيبه التيشيرتات دي مش من فراغ، اختيارنا ان التيشيرت بتاع الارجنتين يبقى في الاول ما كانش من فراغ. صحيح، انا قلت صحيح اصلا ايا كان هتقول ايه انا مكاني هنا بشكر استاذ عمرو، كان شايف الموضوع واحنا بنحط التيشيرت قال لي لا ثانيه واحده ده يبقى هنا. انت عملت كده يا عمرو؟ اه ده الله كداب. جت كداب. معلش اتقل عليك. لا لو نجيب التيشيرت يبقى قاعد معانا هنا كده على الترابيزه مع كاس العالم. ده غاوي تعب. معلش شيل الشماعه انجز عشان ما بحبش الارجنتين اخلص يا ولد. تحفه. بص يا بازوكا، انا عارف ان موضوع ان الارجنتين هم اللي كسبوا النهارده ده مضايقك. لا مش مضايقني. لا مضايقك، ما تحورش والله العظيم. لا يا عم ميسي، يعني ميسي خلاص. عارف انت لما واحد يفضل يحارب كتير هو حقه. انت عارف انا ايه اللي بسطني لميسي بصراحه في الموضوع ده؟ ان ميسي لو ما كانش اخد كاس العالم السنه دي ما كانش هيلحق اللي جاي، فكان هيفضل طول عمر مارادونا احسن من ميسي. عارف مجدي عبد الغني لما كان بيزلنا ايوه لحد ايه ما رحنا صلاح كاس عالم وجاب وصلاح جون. وجبنا جون وخلاص. احنا بنصور دلوقتي بعد انتهاء الماتش. احكي لي انت كبازوكا شايف ايه اللي حصل النهارده؟ انا شايف من وجهه نظري قدامك 30 ثانيه مش اكتر من كده والله ماشي. العظيم مفيش وقت. ماشي. انا شايف من وجهه نظري. شكرا استاذ يا ابني استنى بقى اقول بقى. اتفضل. انا شايف النهارده مبابي سجل هاتريك. السر كان في ايه؟ برافو انتنس 3 في 1 عشان كده جاب هاتريك النهارده. قهوه كتير. اداها كتير صح. فجاب هاتريك. ميسي بقى قلل شويه. أيوة. اداها اوريجينال 2 في 1. ده ألذ برودكت انتجريشن اللي انا شفته في حياتي بصراحه. بس انا بقول لك اهو، انا ببص جنبي في 2 وفي 3 بس خلاص. هو انا خلصت الماتش. انت كنت متوقع ان دي النتيجه اللي هتحصل؟ ما حدش كان متوقع السيناريو ده. الارجنتين قربت قوي، الموضوع خلص خلاص. امبابي في دقيقتين راح بيو جونين، رجعوا للماتش تاني. داخل الحمام كانت الارجنتين 10-0، خرجت من الحمام 2-2. سرعه دخولي الحمام كانت نفس سرعه امبابي ان هو يجيب جونين. انت متخيل الموضوع؟ سؤال سريع وعايز اجابه سريعه. اكتر فريق اتظلم في كاس العالم السنه دي ايه؟ انا عايز مردات سريعه كده، فاهم؟ ما تفكرش. بقى اكتر فريق مصر. اتظلم في كاس عالم السنه دي. لا البرازيل بجد اتغفلت. سؤال تاني وعايز مرد سريع. يلا. احسن لعيب في البطوله ايه بغض النظر عن ميسي؟ علاء الدين شبيه شبيه مبابي. انا اتفاجئت من مستوى مبابي خصوصا في الفاينل. يعني ميسي لما يعمل حاجه زي اللي عملها النهارده دي هي مش مفاجاه، سنين واتحط في السيتويشنز دي كتير وكان عالمي. لكن مبابي النهارده خضني في كاس العالم. احسن جمهور؟ المغرب والارجنتين طبعا برضه، والكرواتيا عشان المشجعه بتاعت كرواتيا. ما انا المشجعه بتاعت كرواتيا. جميله. هعزمها تشرب معايا. انا عامل لك كوبايه برافو، بس انا عامل لك انت الاوريجينال 2 في 1. انا عامل انا الانتنس 3 في. انا شقيان من الصبح والله، فمعلش. خلصنا من كاس العالم خلاص، نو مور كوره، نركز بقى في حياتنا. ايه ما خلصناش من الكوره، خلصنا من كاس العالم. لكن متعه الايجيبشن ليج، القطايف واللطايف، غزل المحله والمقاولين في ماتشات خطيره. ذا ماستر اوف سسبنس، اسرع دليفري في مصر علي معلول. انا هسال سؤال جد، امتى منتخب مصر هيقدم مستوى حلو في كاس الامم الافريقيه وكاس العالم ونشوف حاجه زي المغرب كده مثلا؟ 20830. انا بقول لك ما تراجعش ورايا، خليك حافظ الديت ده. انا شايف بقى ان احنا ايه نفضها سيره بقى عن الكوره وتركز في حياتك بقى. محمود يا بازوكا. يا محمود. شفت محمود دي اول مره في حياتي دي اقولها خطر لك. اصلا لما بتقلي بيبقى في حاجه حصلت. حلو قوي كده على الكوره، كان شهر جميل والله واتبسطنا فيه. انا شايف ان انت محتاج تملى حياتك بالنص الجميل. انت عايز تقول ايه؟ استنى بقى، ده انا معلش. قول لي بقى كده. حاسس محتاج ابعد عنه شويه. انا حاسس انه هيبتدي يلطش. لا انا حاسس ان في خطر، احنا داخلين في حته مش بتاعتي. انت اخر مره حبيت امتى يا بازوكا؟ ينفع ما اجاوبش؟ اعمل كده. انا عرفت انت ليه ما حبيتش قبل كده. طب لا حبيت يا عم. في انت هتسوق سمعه فيها يا جماعه؟ حبيت يعني؟ طبعا. مين بقى؟ ايه ده؟ لا ممكن تقول اسمها. عايزين رقم تليفونها؟ 011. مش هقول اسمها بس اديك رقم تليفون. احنا بنتكلم كلام صراحه والله العظيم. ليه الكوره بالنسبه لك اهم من ان انت يعني يبقى في حب كده وتتحب ومكالمه بالليل اللي هو بقى احكي لي بقى عن يومك النهارده، تقعد تحكي لك عن حاجات انت مش مهتم بيها خالص ومضطر تسمعها وانت عامل نفسك مهتم؟ يا عم في ده وده. في ده وده؟ ايوه يا راجل.
يا جدع يا جدع البصه دي متأكد حاجه يعني؟ متأكد؟ ايوه يا عم. اصل لو في كده يبقى الفقره دي يا باظت. عم تعالى نقول. يعني انا كنت عامل فقره مبنيه عليك. بص هقول لك على حاجه، احكي لي معاناه شريكه حياتك بسبب حبك للكوره. الحاجات دي فعلا بتاثر عليه. الزملكاويه مثلا اخواتنا وحبايبنا وكل حاجه يقول لك انا بعاني لما مثلا الزمالك يخسر، وبرده الناس الثانيه يقول لك انا بعاني لو الاهلي خسر بينكد عليا عيشتي ومش عارف. طب هم ذنبهم ايه ان المدرب عمل تشكيله غلط النهارده؟ ما هم ما لهمش ذنب، بس احنا برضو يعني ما احنا برضو بندخل في تفاصيل بتاعتهم، كونتينر وفورديشن وتشتيرر وهايلاينر وحاجات بتطلع من هنا وحاجات بتحود ايه ده؟ برضو في حاجات غريبه عند البنات واحنا بنسمعها وبنعدي وبنعمل فيها فاهمين. يعني ايه الجيب بتاعك تقعد تعمل بيها كده؟ ايه ده؟ نستحمل بعض زي ما احنا بنهتم بتفاصيلهم يهتموا بتفاصيل. ايوه بالظبط، مش بتقعد تقول لك والمانيكير ايه شفت اللون ده ليبي جلوس مع فاهم يا جماعه؟ البنات عندهم شفرات. أيوة. احنا بنضطر ان احنا نتقبلها وبنتعلمها وناخد بالنا منها. ما هو يا حبيبي انت ولا بتاخد بالك ولا بتتعلمها ولا بتحفظها، وبتيجي بقى في الكوره حافظ كل حاجه واخد بالك من كل حاجه. ده اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت. صح، احنا كشفنا يا معلم. ساكت ليه في ايه يا عم؟ لا مستني كلمه شكر يعني، ما اشربك في قهوه من الصبح. طب بردت. طب ما تقوم تعمل لنفسك. لا يعني هيبقى نظيف. طب هقول لك على حاجه، انا عملت لك اللي هي البرافو 2 1 اللي هي الاوريجينال. ماشي اعمل لك انت واحده انتنس بقى. معلش انت خلاص انت عرفت المكان يا يعني. جماعه ده ضيف بتعاملوني كده. معلش اروح اعمل لنفسي لوحدي والله. مش عارف اجيبها له ازاي ان احنا مش هنتكلم عن الكوره تاني. لا اكيد انت ما عملتهاش بالسرعه دي. عملتها هي نفس مليتها. ده سؤال عشان عايزك في موضوع مهم قوي. كاس العالم خلص وخلص معاك الكلام عن الكوره، عشان نرجع بقى ايه لحتتي. عايز تاخد الكوره في ملعبها. منطقتي والله العظيم انا ما كنتش فاهم كلمه من اللي بنقوله في الكوره. نتكلم عن الحب. مش شرط، انا كيوسف ما بحبش اتكلم عن العلاقات عموما يعني. انت كده افتحوا الاكونت بتاعه يا جماعه، ما فيهوش حاجه غير لا يعني انا نادرا لما بحب اتكلم عن العلاقات والحاجات دي. صح يا عمرو ولا ايه؟ انا بتكلم عموما عن كل حاجه. ساعات بتطرف للعلاقات، ساعات قليله قوي بقى قوي بتكلم عن مين؟ عن ندى. مين ندى؟ ندى مين؟ ندى مين ولا ايه يا جماعه؟ في مين ندى؟ هو ايه الموضوع ده؟ انا شايف انها حلوه قوي كده، حلوه قوي. انت لو ما تعرفش مين ندى انا محتاج امسح رقمك. ايه ده الموضوع راح في انا اسف يعني. الموضوع بالنسبه لي شبه منتهي يعني. ندى واحمد، ما تعرفش ندى واحمد؟ تعمل لي فولو، احنا عاملين عند بعض. احنا اصحاب. ما تعرفش احنا اصحاب. الكوره خلصت بس فوق الكلام لسه ما خلصش، فاحنا هنتكلم في كل حاجه. ممكن تبقى كوره، ممكن تبقى اي حاجه تانية، هنشوف. وممكن البين باج اللي جنبك دي يبقى معاك حد فيها. يا سلام، محدش عارف الحلقه الجايه. طب يا ترى اللي هتقعد جنبي في البين باج انت ليه اعتبرتها بنت؟ اكيد عشان اتعلم واكتسب الخبرات. محتاج انا هسيبك انت تنهي الحلقه دي. مش كنا على الحلوه والمره متعاهدين؟ ليه تنسى عشره بقالها سنين يا يوسف يا حشيش؟ الحب هياخد مجراه والكوره هتاخد مجراها، ما تخسريهوش. وبالراحه على الولد لانه بيحب الكوره وبيحب الحب. الله، لسه في كوره جايه كتير، فالبنات تروق كده معانا، نستحمل بعض يا جماعه. معلش بس عايز اعمل اهداء لحبيبتي المستقبليه. سكسكيوز مي من الجمال. الجمال. كل يوم بيعدي بتزيد غلاوتك عندي واشتاق لك واحبك. الله الله الله، بس تيجي وانا اقول لك. انا دخلت في الشعبي. لا خلاص نختم كده نختم. بس عارف ده هيتطلب مننا ايه بقى؟ ما انا ما ينفعش مثلا الحلقه الجايه اكون بتكلم عن الريد فلاجز مثلا. انا اللي اعرفه الريد فلاج ده النادي الاهلي. بص بقى، ده الفلاج اللي انا اعرفه والله. ده انا اعمل معاه ايه طيب؟ ده فتخيل مثلا بتكلم عن الريد فلاجز وحواليا تيشيرتات كوره وبتاع. لا مش هجيب ورد برضه، بس يعني ايه صعبانيات قوي وانا بلم والله. خد التيشيرتات دي معاك، هتعبك انا بس معلش. كان نفسي استخدم السبوره دي في اي حاجه والله. ده اللي مضيعنا. محمد صلاح رقم 10. محمد صلاح بيلبس 11 تقريبا ولا يعني هنسيب تيشيرت الارجنتين بس. ايه كوباياتنا الحلوه. تصبحوا على خير يا جماعه. انت من اهله.